اهلا بكم في قناة زيزو جيمنج. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش لايك، اضغط لايك سبسكرايب للقناة عشان كبرها مع بعض ونصل الى 1000 متابع في اسرع وقت. فضلا وليس امرا ومش هتخسروا اي حاجة. فيديو اليوم عن تحميل لعبة FPS 2026 من ميديا فاير باخر الانتقالات، ولا تقوم بجميع الشعارات الاصلية للفرق والمنتخبات. اللعبة بجرافيك جيد وبأوجه اللاعبين الحقيقيين، واللعبة ايضا فيها ميزة مهنة لاعبين لتستطيع ان تنشئ لاعبك الخاص، وفيها ايضا مهنة مدربين لتستطيع ان تدرب نادي او منتخب في مشواره في بطولة. اللعبة فيها عدة بطولات مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، ومن المتوقع أيضا أن فيها عدة دوريات مثل الدوري الإسباني، الإنجليزي، السعودي، الألماني، الإيطالي وغيرهم. روابط التحميل في الوصف أو في أول تعليق من ميديا فاير. وإذا واجهتك أي مشكلة رابط صفحتي على انستغرام أو فيسبوك في أول تعليق مثبت أو في الوصف أيضا. وإذا عجزت عن كيفية تثبيتها فطريقة التنزيل في الفيديو. والآن ننتقل للاستعراض للعبة.
وننتقل لطريقة التثبيت. أولا حملوا الملف الذي ستجدونه في أول تعليق مثبت أو في الوصف. بعدها اذهبوا إلى بلاي ستور وحملوا هذا التطبيق واسمه زارشيفر، لونه أخضر، وندخل إليه ثم نضغط على ملف داونلود. بعدها ننزل قليلا وكما ترون هذا هو ملف اللعبة. نضغط عليه ضغطة واحدة ثم نضغط على الخيار الثاني اكستغيسي أو إخراج هنا. بعدها ننتظر إلى أن يفك الضغط. بعد عملية فك الضغط سنلاحظ أن 3 ملفات خرجت من ملف واحد، وهم الأبك والأوبيبي والداتا. وأولا انزلوا قليلا ستجدون ملف الأبك، ثم نضغط ضغطة واحدة ونفعل خيار الأول وهو انستالي أو تنزيل. بعدها ننتظر قليلا، نضغط على انستالي مرة أخرى وننتظر قليلا إلى أن تتحمل اللعبة. وبعدما نزلنا الأبك نطلع إلى فوق قليلا، سنلاحظ أنه يوجد ملفين OBB وأداتا. نضغط على ملف الOBB ضغطة واحدة ثم نضغط على كوبي، ثم نعود إلى واجهة التطبيق ونضغط على أندرويد، ثم نضغط على OBB، وثم نضغط على هذه الكراس التي باللون الأخضر. بعدها ننتظر قليلا إلى أن يجهز الOBB. بعد أن جهز الOBB نعود إلى واجهة التطبيق، نضغط على داونلود وستجدون رابط الداتا الذي استخرجناه. تضغطون عليه ضغطة مطولة ثم نضغط على الخيار الرابع وهو كوبي، ونعود إلى واجهة التطبيق مرة أخرى ونضغط على ملف أندرويد ثم نضغط على ملف داتا. بعدها نضغط على تلك الخانة الخضراء مرة أخرى أو تلك الكراس وننتظر قليلا إلى أن يجهز الداتا. وبعد أن جهز الداتا ستجدون الملف مثل ما ترون هنا، ثم نخرج من تطبيق زارشيفر وستجدون اللعبة عادي جدا. هذا هو فيديو اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم. سلام.